السلام عليكم الناس الكل. في الفترة اللي فاتت كيما معناها لاحظتوا فما برشا حاجات ماهيش واضحة، معناها في كلاي في أمور خدمة في المشاكل، هذاك عليه عملنا الفيديو هذايا باش نوضحوا للناس الكل وباش نجاوبوهم على السؤالات نتاعهم. باش نبداو بالحكاية الأولى اللي هي الحكاية نتاع شين يوتيوب. شين هذيكا ما كنتش أنا اللي نصرف فيها، فما شكون آخر معناها في الخدمة معايا كان اللي هي اللي معناها بالشين، صارت بيني أنا وياه مشكلة، حب يفك لي شين هذاك عليه انا هبطت فيديو قلت ما نتحمل مسؤوليه حتى غنايه تهبط معناها في الشارع. اليوم الحمد لله وقفت رجال وشان هذيك رجعت معناها مره اخرى باسمي انا وتحت معناها التصرف نتاعي انا، وهذاك علاش قررنا معناها باش نهبطوا الفيديو هذايا في الشان نتاعنا الفيريفي اللي فيها 300 الف ابوني باش الناس تتاكد اللي شان رجعت لنا بالحق، ماناش معناها نفدلك ولا نكذب عليك. وتوا باش نقول لكم على الاسباب اللي خلت الخدمه والصحبه اللي بيني انا وخالد بوقطفه توفى. عمرها ما كانت حكايه مراول كما هو معناها حكى، في السبب عدد واحد اللي هبطوا وبعد ما هبطوا فسخوا معناها. وللتوضيح الحكايه نتاع معناها المراول عمرها ما كانت حكايه تجاره بالدين كما هما يحكيوا. الحكايه وما فيها كونه المريول هذاك صورت به في الاغنيه الاخرانيه اللي في البوم المتاع، عجبت الناس معناها اللي تتبع في كلاي، كلموني في الباج قالوا لي راهو حاجتنا بمراول، تبعنا لهم 100 مريول بعناه لهم وقلنا لهم رانا ما عادش باش نزيدوا نبيع. يعني لا حكايه معناها التجاره بالدين كما يقولوا، ولا قضيه داعش كما يحبوا باش يلفقوا لنا من الحيط. الناس الكل تعرف القضيه الاساسيه نتاع كلاي شنو القضيه نتاعو، معناها الزواولة اللي في اللحوم المهمشة اللي هو واحد معناها منهم. وتحيا تونس بالسيف عليكم. توا معناها باش نحكي لكم على السبب الصحيح وعلى المشكلة الصحيحة اللي بيني أنا وخالد بوقطفة. كيما معناها الناس الكل تعرف اللي ألبوم المتاهة سجلته في استوديو نتاع خالد بوقطفة، وعملنا في الصيف تورني باهي واخذا حقه وأكثر معناها، وزاد ناب علينا ربي في جرة الموسيقى اللي خدمناها مع بعضنا بفلوس. خذا باي بالكامل وخذيت انا باي، ما رعني الا من بعد جاء يحب يقسم معايا باي، يحب يبتزني معناها بلغه اخرى. كي قلت له انا لا انت راك ماخذ حقك ما نعطيكش انا من حقي، قال لي بالحرف الواحد والله ما نفسخك من الدنيا. من غير ما نزيد نحكي عليه برشا، الناس الكل تعرف شكون كلاي وشكون خالد، والتاريخ لا يرحم يا لاحية. وعلى قريب ان شاء الله باش نهبطوا اول غنايه في الالبوم الجديد، باش نهبطوها في الشان نتاعنا اللي عاودنا خديناها. وكيما بدينا من الاول من الصفر ما يعرفنا حد، ما يقلقناش كي باش نعاودوا نبداو من الصفر، ما عندنا محبه الناس. سلام.